بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبعافية. وحشتوني جدًا، جدًا من الفيديو اللي فات. أنا يا جماعة لو صورت لكم زي ما اتفقنا مع بعض روتين يومي النهارده، بس في مقتطفة كده كنت أنا مصوراها بقى لي فترة، فحبيت أشاركها معاكم. كان حد كتب لي في الكومنتات، كنت كتبت يعني قُلت إن أنا هنعمل غدوة الحبايب في بيت العيلة وكده، يعني بنلتم مع بعض في يوم معين كده، وبنتجمع أنا وإخواتي وطبعًا والدي ووالدتي، وطبعًا بنعمل أكلة العيش اللي أنتم شايفينها زي ما أنتم شايفين مع بعض كده. الرنجة طبعًا خاليينها من الشوك اللي فيها أو السَفَة زي ما بيقولوا. وعملنا كمان ده سمك سواردي إحنا عاملينه سمك تونة أو سمك سهلية مشوي بالزيت والليمون في الفرن. وعملنا كمان جنبه عيش طبعًا، و جنبه طعمية. دي أكلة العيش يا جماعة، الطعمية مع الرنجة، وكمان بطاطس محمرة مع السمك كده بتكون حلوة جدًا، جدًا، جدًا يا جماعة. طبعًا كنا مزوّدين معاها خضار طماطم وبصل وفلفل، وكنا مزوّدين معاها كمان جرجير كده وبقدونس طبعًا. وعملنا كمان بصل بالليمون والخل، وزوّدي سلطة طحينة كده زي ما أنتم شايفين، بتكون تحفة جدًا، جدًا، جدًا. قولوا لي يا جماعة، إيه الأكلة اللي بتحبوا تتجمعوا مع الناس اللي بتحبوها وتاكلوها مع بعض كده؟ مشويات والّا بتحبوا مثلًا أكلات سمك؟ أي أكل شعبي أو تقليدي عادي خالص، خالص. فطبعًا في يوم تاني كده بعديه اللي هو اليوم النهارده جهّزت الغدا بتاعنا، فحبيت أضيف المقطع ده كده في أول الفيديو عشان أعرّف البنات اللي كانت كتبت لي أنتم بتعملوا إيه في أكلة الحبايب أو لمّا بتكونوا متجمعين مع الناس اللي بتحبوها. تمام كده. إحنا بنحب الفسيخ والرنجة، عفوًا مش إحنا ما لناش في الفسيخ، بس معظم الناس عندنا بياكلوا أكلة الفسيخ والرنجة. تمام كده. بس إحنا بقى بنجيب رنجة وبنجيب سمك سواء مشوي أو سمك كده نشويه في الفرن بالزيت والليمون، جنب بقى السلطات والطحينة والعيش والحاجات اللي زي ديًّا. وكمان بنزوّد بطاطس محمرة أو مهروسة، بتكون حلوة جدًا مع الرنجة، وبتخفف كمان من الملوحة بتاعتها. تمام كده. دلوقتي يا جماعة بنجهّز الغدا بتاعنا. عملنا إيه، بنعمل الكفتة بتاعتنا بطريقة مميزة جدًا، جدًا، جدًا. أنا يا جماعة حرفيًا كل اللي أكل الكفتة من إيديّا بالطريقة ديًّا والله العظيم بيعشقها، وبيقول لي كمان طعمها بيكون مميز جدًا، جدًا، وأحسن من اللي بنشتريها من برّه. جرّبوها يا جماعة وارجعوا اكتبوا لي في الكومنتات، إن شاء الله تعجبكم. أنا معايا بصلاية كبيرة من لحمة نُص كيلو لحمة مفرومة، هاحط لها بصلاية كبيرة، وهاحط لها كمان قرن فلفل، وشوية من حوالي نُص حزمة من البقدونس. البقدونس يا جماعة ما تحطوش كزبرة. تمام كده. وكمان باجيب طماطماية وباقشّرها علشان طبعًا ما يكونش فيها تفل خالص، وبامسك كل المكونات ديّة في الكبة باضربها كويس جدًا، جدًا، جدًا. وبعد كده باجيب مصفى وباصفّيها خالص علشان طبعًا مش تفُك منّي في اللحمة ما تفُكش منّي وتكون إيه، مش متماسكة. تمام كده. المَيّة اللي أنتم شُفتوها بتاعة الكفتة دي ما ترموهاش، هنستخدمها دلوقتي في حاجتين 2. تمام. ضِفت أنا الخضار اللي أنا ضربته في الكبة بعد ما عصرته على اللحمة المفرومة، ودلوقتي هابدأ بقى أتبّلها. حطّيت كمون وقرفة مطحونة، وحطّيت كمان كزبرة ناشفة مطحونة كمان، وحطّيت كمان فلفل أسود. الفلفل الأسود يا جماعة الكفتة بتحب الفلفل الأسود جدًا يعني. تمام. فأنا حطّيت من كل حاجة نُص معلقة صغيّرة. ودلوقتي هاضيف الملح بتاعي، ولو عندِك رشة زعتر وروزماري بتخلّي الكفتة حاجة خيال. كمان رشة جوزة الطيب بتخلّيها تحفة جدًا، جدًا، جدًا. هنضيف كمان عليها معلقتين زيت، ولو أنتِ عندِك كده قطعة دهن أو ليا ضاني في الفريزر حطّيها أو ابشريها في الكبة يعني أو في المبشرة، وضيفيها على الكفتة، بتدّيها نكهة رهيبة يا جماعة، رهيبة جدًا، جدًا. والدهون اللي هي الدهون الحيوانية بتاعة السمنة البلدي أو بتاعة دهون اللحمة يعني أو البط والفراخ والحاجات اللي زي ديّة دهون صحية، فهي مش مضرة خالص على فكرة. تمام. دلوقتي بعد ما قلبتها كويس جدًا وضفت الملح عليها، لازم الخطوة دي ضروري جدًا، جدًا، عشان تكون معاكِ متماسكة وكمان تدّيكِ قوام حلو. ارجعي اضربيها في الكبة فرمة تانية لغاية لمّا تبقى عجينة كده ماسكة في بعضيها زي ما أنتم شايفين. شايفين العجينة عاملة إزاي؟ من قبل ما تحطّيها في الكبة بتكون مفرفطة كده، فمش بتكون متماسكة معاكِ، مهما تعجني فيها هتاخد منِّك وقت ومجهود جدًا في إيديكِ. لو أنتِ ما عندكيش كبة هتفضلي تعجني فيها فترة طويلة، لكن في الكبة لفتين 3 كده لغاية لمّا كل المكونات تمتزج ببعضيها كويس جدًا، جدًا، هترجعي إيه، تنزّليها تاني. تمام كده. دلوقتي معايا المَيّة بتاعة البصل والطماطم والخضار، هاضيف عليها شوية بهارات، وهاضيف عليها كمان شوية زيت وشوية ملح، وهابِل إيدي منها وأنا بابصّم الكفتة. أهم حاجة طبعًا لازم تبهّريها وتملّحي المَيّة اللي أنتم شايفينها ديًّا.
الحاجة الأولانية هتساعدنا في إن إحنا نبصّم الكفتة، وكمان هنزوّد بيها حاجة حلوة دلوقتي بتدّي للكفتة طعم جميل جدًا يا جماعة. أول حاجة هنعمل طبعًا الصلصة بتاعة المكرونة، وأنا باحب أعمل صلصة المكرونة الاسباجيتي بالذات بالتومة، تمام كده. في ناس بتحب تعملها بطماطم صافي من غير أي توم أو بصل. يا جماعة الطماطم بتكون ريحتها وطعمها وِحِش جدًا، جدًا، فلازم تحط توم مفروم أو بصلة صغيرة، علشان طبعًا ده بيخلّي طعم الطماطم أفضل وأحسن يعني. فأنا باحط حوالي نُص معلقة توم، هنعمل 2 كيس من المكرونة، وهناخد التوم بتاعنا ياخد لون دهبي فاتح كده، مش تغمقيه عشان مش يمرر، تمام. وهننزل بعصير الطماطم بتاعنا، وممكن تضيفي انت مع عصير الطماطم معلقتين صلصة، تمام. انا مش هضيف عشان احنا في الجو حر طبعا، فمش عايزين الاكل يكون صلصته زيادة فيعمل حرقان على المعدة وكده، تمام كده. هنبهر بقى الصلصة بتاعتنا، وكنا طبعا حاطين المية بتاعت المكرونة تتسلق على العين التانية، وكنا حاطين طبعا الكفتة في الفرن. قللي وقفتِك في المطبخ بحيث إن أنتِ تشغّلي كل عيون البوتاجاز وتعملي الأكلات اللي بتكون سريعة، ما بتاخدش منِّك وقت ومجهود، تمام كده. حطيت أنا هنا إيه، حطيت كمون، كزبرة، فلفل أسود، وشوية ملح وشوية سكر، تمام كده. كمون، كزبرة، ملح، وشوية سكر، وشوية فلفل أسود، ولو عندِك بابريكا ضيفي شوية، لو عندِك توم بودرة وبصل بودرة ضيفي كمان شوية، ولو عندِك زعتر وروزماري حطي. المكرونة بتعشق يا جماعة الزعتر والروزماري والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة، بتكون طعمها حلو خالص يا جماعة. وكمان طبعًا ضيفي البهارات اللي أنتِ حاباها يعني، تمام كده. دلوقتي هنبدأ بقى نصبّع المكرونة عفوًا الكفتة بتاعتنا. فجِبنا بصلاية وطماطماية وقرن فلفل وحطيناهم كده في الصينية، وطبعًا دهنا الصينية زيت الأول. وهنبدأ بقى، أنا عندي هنا أسياخ كفتة كده زي ما أنتم شايفين، رفيّعة شوية، تمام. لو أنتِ عندِك عيدان شيش طاووق ممكن تبصّمي عليها الكفتة، أهي كده زي ما أنتم شايفين متماسكة ما شاء الله، مش بتفُك ولا أي حاجة. أهيًا لو أنتِ فكّت منِّك شوية ضيفي لها معلقة دقيق أو حطّيها في التلاجة لمدة نُص ساعة أو في الفريزر لمدة 10 دقايق، هتتماسك شوية لإن الجو حَر جدًا، تمام كده. ودلوقتي يا جماعة هنبدأ بقى نصبّع الكفتة كده زي ما أنتم شايفين، ما يغركيش بقى إن هي حجمها بيكون كبير أوي إن ما أنتِ بتحطّها وهي نيّة كده، لأ، أول ما بتستوي اللحمة لازم تكِش، لكن الفراخ ما بتكِشِّش، لإن طبعًا اللحمة بيكون فيها نسبة دهون، وهي قوامها بيكون كده لازم تكِش، تمام. هتشوفي برضه شكلها في الفيديو مش هتكِش جامد، لإن أنا مقلّلة نسبة الدهون فيها، لكن أنتِ لو مزوّدة نسبة الدهون، فالدهون لازم هتنزل من اللحمة فهتكِش منِّك، تمام. فأنا مش هتكِش منّي جامد، حاجات بسيطة خالص. وطبعًا هنبِل إيدينا كده ونبصّم الكفتة عشان كده نصبّعها وهي كمان تمسك على السيخ بتاعنا، تمام كده. هاعمل كل الكمية بنفس الطريقة اللي أنتم شايفينها ديًّا. عايزة أقول لكم إن الخضار بتاع الكفتة ده بيكون طبعًا شارب من البهاريز اللي نازلة من الكفتة، فبيكون مشوي كده بيكون تحفة جدًا، جدًا، جدًا. دلوقتي أنا هاحطها بقى إيه، ممكن تحطوها على فرن البوتاجاز تستوي نُص سوا وتكمّلوها في الفرن، أو ممكن تحطها في الفرن على طول، أيًا يكن براحتك يعني، تمام. دلوقتي طبعًا عملنا الصلصة بتاعة المكرونة وسلقنا المكرونة بتاعتنا، وإحنا بنسلقها بنحط شوية ملح ومعلقة زيت، علشان طبعًا المكرونة بتاعتي تكون مفرفرة كده ما تمسكش في بعضيها. الصلصة بتاعتي اتسبكت كويس جدًا، جدًا، أهي كده زي ما أنتم شايفين، وممكن كمان تخلّيها يعني سايبة عن كده شوية. خطوة مهمة جدًا، جدًا، عشان المكرونة ما تحمضش منِّك لو اتأخّرت في المطبخ وما حطيتيهاش في التلاجة أو فضل منها جزء، لازم تعملي الخطوة ديًّا. الحلة بعد طبعًا دي الحلة اللي إحنا كنا سالقين فيها المكرونة. بعد ما بتسلقي فيها المكرونة طبعًا بتحطيها على النار تسخن جدًا، جدًا، عشان طبعًا المكرونة بتاعتِك مش تحمض منِّك أو تبوظ يعني عفوًا في اللفظ. وبعد ما تسخن جدًا بتنزلي شوية من الصلصة كده عشان إيه، المكرونة طبعًا لو حطيتِ المكرونة على طول والحلة سخنة جدًا من غير ما يكون فيها أي سوائل، المكرونة هتلزق في الحلة بتاعتِك وطبعًا مش هتكون لطيفة خالص. فأنتِ ضيفي شوية من الصلصة على الحلة السخنة جدًا، وبعد كده طفّي البوتاجاز بتاعِك أو هدّي النار تمامًا لغاية لمّا تقلّبي الصلصة بتاعتِك. لو أنتِ سايبة المكرونة بتاعتِك فيها نيّة شوية يعني، ممكن تسيبيها شوية على النار تتردد وتشرب من الصلصة، لكن أنا باسويها سِوَى كامل. فعشان كده أول لمّا بانزّل المكرونة وأبدأ أقلّب في الصلصة، بافصل النار عليها على طول. وده شكل الغدا النهائي بتاعنا، قولوا لي إيه رأيكم فيه واتغديتوا إيه النهارده، خلّونا ناخد أفكار من بعض، تمام كده؟
طبعًا المكرونة بتاعتي أنا باحبها باللون ده، لو أنتِ حاباها حمرا أكتر من كده، ضيفي معلقتين صلصة في الصلصة بتاعة المكرونة أو في الصوص بتاع المكرونة، تمام؟ قطعت جنبها كده طبق خضار كده خيار وبصل وطماطم، ودي المكرونة بتاعتنا بُصّوا مش ملزقة ولا فيها أي حاجة، مفرفرة حلوة جدًا، جدًا، ويا سلام لو ضفتِ في الطماطم وهي بتتعصر قرن فلفل حامي كده بيدّيها طعم ما لوش حل. والكفتة بتاعتنا الجميلة جدًا، جدًا يا جماعة شايفين شكلها عامل إزاي، حابة تضيفي طحينة وعيش وتاكلي تغمسي يعني براحتك، حابة تاكليها بالمكرونة كمان براحتك. أتمنى الفيديو يعجبكم وأكون عند حسن ظنكم، وشيّروا الفيديو في كل حتة خلينا نستفيد من بعض، واضغطوا لايك للفيديو وحطوا لي كومنت حلو كده زيكم، وخلونا نتبادل أنتم عملتوا غدا إيه النهارده، تمام كده؟ لو عجبتكم الطريقة دي من الفيديوهات عرّفوني في الكومنتات وأنا أصور لكم على طول. مع السلامة.